القصص التي تنشر عن الهيئات إما أن تكون القصة كلها ملفقة، هذا الكلام ليس عن الهيئات فقط، قل مثل ذلك لما تتكلم عن الشرط، المباحث، المستشفيات إلى غير ذلك. إما أن تكون القصة كلها ملفقة ومركبة، وأقبل إنسان وألف قصة لأجل أن يحكيها للآخرين، هذا النوع الأول. كما حدثني أحد رؤساء الهيئات يقول إنه دعاه أحد جيرانه يوما إلى الغداء، يقول فلما جئت فإذا عنده أحد أصدقائه القدامى، وأقبلت وأخذت أتحدث معهم، غداء صغير في بيته. يقول فجعل ذلك الرجل يتكلم عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذمها، يقول وأنا ساكت ولا يعلم أنني موظف في الهيئة، يقول لكن تلطفا معه سكت وقلت لا، لعل كل الناس يخطئون ولعلهم يعني إن شاء الله صوابهم أكثر من خطئهم. قال لا، بل حتى هؤلاء لا يؤتمنون على الأعراض. قلت كيف لا يؤتمنون على الأعراض؟ قال رئيس لإحدى مراكز الهيئات اغتصب غلاما قبل أيام، وها هو هذا الرئيس ملقا في السجن. قلت أعوذ بالله، هذا لو وقع لسمعت به ولانتشر. يقول قلت في نفسي أنا عضو هيئة، ولو وقع هذا لسمعت به أنا أول واحد من زملائي. قلت أكيد؟ قال نعم أكيد. قلت أنت متأكد من هذا الخبر؟ قال ما يحتاج، أنا متأكد وأبصم 100% عليه. قلت أي هيئة تعرف؟ قال نعم، رئيس مركز الهيئة التي في الحي الفلاني. يقول فتفاجأت أني أنا ذلك الرئيس الذي يتكلم عنه. انظر سبحان الله إلى المصادفات العجيبة. قلت لعل هذا الكلام قبل 7 سنوات. يقول لأنني أنا رئيس من 7 سنوات لهذا المركز. قال لا، قل لي قبل أيام. قلت هذا الكلام أكيد؟ قال يا أخي أنا عندي علاقاتي وعندي كذا، ولا أتكلم إلا بكلام، لست صغيرا لست طفلا أتتبع أدنى كلام، هذا الكلام أنا متأكد منه، أكيد هالكلام. قال نعم، وإن شئت جعلتك تزور في السجن. يقول فلما رأيت الأمر وصل إلى هذا أخرجت محفظتي وأخرجت البطاقة وأعطيتها إياه. قلت محدثك هو رئيس تلك الهيئة التي تتكلم عنها. يقول فتقلب وجهه ثم قال لا يمكن أنا غلطت في رئيس المركز، يمكن هو مركز آخر لكن أنا أخطأت في نسبته إلى، وجعل يحاول أن يبحث لنفسه عن مخارج. فإذا هو رجل أصلا حاقد وله شهوات معينة، وحيل بينه وبين شهواته، فلم يجد سبيلا إلا أن يتنقص في هؤلاء. هذا النوع الأول، إما أن تكون القصة كلها ملفقة. النوع الثاني أن يكون المتحدث بالقصة ذكرها دون أن يخبرك بها كما هي، بمعنى أنه يزيد فيها وينقص. تكون الهيئة قبضت عليه وهو في السوق، فيقول لك يا أخي أنا والله دخلت إلى السوق أريد أن أشتري غترة، وقبضت علي الهيئة وذهبوا بي إلى المرء واتهموني أني أغازل الفتيات وإلى آخره. فتقول له أكيد هذه القصة كلها؟ يقول لك نعم، لكنه يخفي أنه كان معه مجموعة من الأرقام يوزعها على الفتيات، يخفي ذلك، يخفي أنه لم يذهب إلى محل الغتر مباشرة وإنما أخذ يدور ساعتين ويتعرض لأعراض المسلمين، يخفي أشياء معينة ليست في صالحه. وأذكر أنه حدثني أيضا عضو في إحدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إنهم كانوا يسيرون يوما بدوريتهم، فإذا بشاب يمشي بسيارته فرأى غلاما حسن الصورة فوقف عنده وأخذه بالقوة وخطفه معه في سيارته ومضى به، والغلام يصيح بأعلى صوته. يقول فتبعناه بسيارتنا حتى أوقفناه بالقوة ثم نزلنا إليه. قال فلما أقبلنا إليه وفتحنا الباب لنخرج هذا الغلام من السيارة أذن المؤذن لصلاة العشاء، وأخذ هذا الرجل يضاربنا ليتخلص منا ويهرب. يقول فجعل الناس الذين يمرون بنا يقولون يا مطوع حرام عليك، بيصلي يا أخي، إيش هذا الأسلوب يا أخي، ينصحوه بالهدوء، بيصلي يا أخي، تو الأذان ما أذن الآن يؤذن، الإقامة باقي عليه 20 دقيقة، والناس يظنون نضربه لأجل أن يذهب إلى المسجد ليصلي، ونحن لا نستطيع كل من مر نقول له القصة كذا وكذا، وهذا قد خطف غلاما والغلام من حاله كذا. فكل من مر ثم تحدث بهذه القصة سيقول أنا رأيت بعيني سيارة الهيئة قد أمسكت رجلا وتضربه في الشارع لأنه ما صلى، مع أن الحادثة ليست كذلك، إنما هو قد تكلم بأمر من بعيد رآه. كما أن بعض الناس يتكلم على الشرط، يتكلم على المباحث، يتكلم على مستشفيات، يتكلم ويقول لك يا أخي المفروض فلان ما يقبض عليه، المفروض أن يوضع كذا، ما فعل شيئا، وما أدراك أنه ما فعل شيئا. كذلك هذا الذي يتكلم على الهيئة
ولا يدري هل ذاك يستحق ما وقع عليه أم لا يستحق. هذا هو النوع الثاني من القصص التي تحدث. وهذا النوع الثاني هو أكثر الأنواع التي تنتشر. لما يأتيك واحد يكتب مقال ويقول لك أنا وقع لي الموقف بنفسي أنا وزوجتي في السوق، والله إنها زوجتي وقبضت علي الهيئة وحققت معي، لكن لا يقول لك إن زوجته كانت متبرجة تبرجا شديدا، ولا يقول لك إنه كان يضاحكها ويضربها بكتفه وتضربه بكتفها وهم في داخل السوق، ولم يقل لك إنها كانت تضحك بصوت عال وهو يمسكها بيدها وربما ما. لا يقول لك هذه الأمور. صحيح إنها زوجتك، لكن ما أدراهم إنها زوجتك. هذه قرائن تدل على أنها ربما امرأة أجنبية عنك، كما فعل عمر مع رجل رآه يمسك بيد امرأة في السوق ويتمشيان فضربه بالدرة. قال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي. قال زوجتك في بيتك ليست أمام الناس، تبدأ تلمسها وتقترب منها وربما حضنها ويقول زوجتي. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.